عالم البرمجة وصناعة المحتوى بقى عامل زي البحر اللي موجه عالي. لو ما اتعلمتش تعوم فيه صح وتفهم الكواليس هتغرق في زحمة الأدوات والأخبار اللي ما بتخلص. يا أهلا بيكم في الحلقة الصفرية من بودكاست بودزاك. الساحة التقنية والإبداعية اللي ما اتعملتش عشان نرص فيها أخبار، دي معمولة عشان ندخل جوه المطبخ، مطبخ المبرمجين وصناع المحتوى وأي حد بيطوع الذكاء الاصطناعي عشان يخلق حاجة من الصفر. ممكن تسأل نفسك النت مليان محتوى تقني، ليه بودكاست جديد؟ الفكرة اننا في وقت الذكاء الاصطناعي او ال AI بيغير شكل السوق كل 24 ساعة حرفيا. كل يوم أداة جديدة، كل يوم تحديث جديد. حسيت اننا محتاجين مساحة او سبيس نبطأ فيها الريتم شوية، نقعد وندردش بشكل اعمق عن ازاي بنستخدم الادوات دي في شغلنا الحقيقي، مش مجرد استعراض ليها. محتاجين نسمع تجارب لناس شغالة بإيدها في السوق، بتغلط وبتتعلم وبتواجه عملاء ومشاكل حقيقية. عشان نكون على نور من البداية خليني أعرفكم بنفسي. أنا زياد شلبي، مطور برمجيات أو زي ما بيقولوا عليا سينيور فول ستاك. طول السنين اللي فاتت كان شغفي الأكبر إن أنا أبني أنظمة ساس معقدة، وحتى قبل ما ال AI يطلع. وبفضل الله بنيت حاجة زي أفق، وأفق ده ساس كامل تعمل بيه منصتك التعليمية، وده الساس الأول من نوعه من الوطن العربي. وما كانش معايا تيم، الحمد لله بنيته كل لوحدي. تمام كده. وبنيت حاجة اسمها ناجز ده في قطاع البي تو بي، بيخدم المنصات التعليمية، بيخدم الماركتينج زي شوبيفاي سهل وهكذا. يعني من الآخر أنا واحد إيده في الكود والسيرفرات وبناء المنتجات الرقمية. دايما في شغلي بمشي بحاجة أنا مؤمن بيها جدا 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 جدا، إن أنا بحاول أروح من المنطق المعقد للواقع السلس. أي سيستم أو برنامج الباك اند بتاعه بيكون مليان لوجيك معقد جدا وتفاصيل تقنية مرهقة جدا على أي حد، حتى على المبرمج اللي عامل البرنامج ده. بس في النهاية العميل أو المستخدم لازم يشوف واجهة نظيفة وتجربة سهلة وسلسة. الفلسفة دي بالظبط اللي هنطبقها في البودكاست ده. هناخد المواضيع التقنية المكلكعة، منها بقى المونترين أو الناس اللي بتمنتج الفيديوهات، منها الارت دايركتورز، منها جرافيك ديزاينرز، منها مبرمجين، ومنها الناس اللي بتتكلم عن البيرسونال براند، والناس اللي بتتكلم عن البيزنس بشكل عام. ونفككها ونقدم ليكم حوار سلس وبسيط تقدر تطبقه في يومك او تقدر تسمعه في اي حتة. طيب ايه حكاية اسم بودزاك؟ الاسم ده ما خرجش من فراغ، هو امتداد لمنصتي الاساسية اللي هي البيرسونال براند بتاعي اللي هو ايديوزاك. بس المقطع زاك هنا اخترناه عشان يكون مرن. احنا مش محصور البودكاست ده في حاجة تعليمية بس، ومش محصورين في البرمجة بس. هو مظلة زي ما قلنا بتجمع كل المبدعين. فبودزاك هو الكود اللي بيربط بين التقنية والبيزنس والإبداع. لو انت مبرمج يحاول يطور مهاراته، او مصمم واجهات يو اي يو اكس بيدور على الالهام، او فيديو اديتور، او حتى جرافيك ديزاينر، او حتى ارت دايركتور، وعاوز يعرف الاي اي رايح بينا على فين، او حتى شخص بقى شغال في وظيفة عادية بس عنده شغف يبدأ السايد هاسل بتاعه او شغله الجانبي بعد الظهر، فالبودكاست ده متفصل عشانك تفصيل. دي المساحة اللي هتسمع فيها المشاكل اللي بتواجهك كل يوم وحلول من ناس عاشوها. ايه اللي مش هنسمعه هنا، او ايه الخطوط الحمراء اللي مش هتسمعها في البودكاست ده؟ زي ما بقول لكم احنا هنعمل ايه، مهم اقول لكم احنا مش هنعمل ايه في بودكاست بودزاك. مش مهم او مش هتسمع نهائي كلام اكاديمي ممل، مش هنبيع عليك وهم الثراء السريع ولا ثقافة التوكسيك برودكتيفيتي انك لازم تشتغل 24 ساعة وما تنامش. احنا هنتكلم بواقعية، هنتكلم عن الاحتراق الوظيفي او البيرن اوت وازاي بيحصل. هنتكلم عن الاحباط وعن الوعي ازاي تطلع من الحاجات دي، وعن الايام اللي شغلك بيكون فيها متلخبط وما بيشتغلش والافكار فيها بتقف. عندنا نتكلم في خريطة طريق شوية. في الحلقات الجاية هنجيب خبراء في مجالات مختلفة، هنتكلم عن احدث ادوات الاي اي وازاي بتسرع انتاجك، هندردش عن البيزنس وازاي تسعر شغلك، ازاي تتعامل مع العميل اللي بيطلب تعديلات لا نهائية، وهنتكلم عن العقلية وازاي تبني البيرسونال براند بتاعك لنفسك وسط الزحمة دي كلها. وعشان ندخل في الجد على طول، الحلقة الأولى جاهزة ومعانا فيها ضيف استثنائي. ضيف بدأ رحلته في 2013 بكاميرا موبايل تعبانة زي ما بيقولوا، ومن غير كورسات، وما كانش فيه أصلا كورسات، ومن خلال التعلم الذاتي
وصل انه يبقى one man crew كامل، ويقدر ينفذ كل حاجة في الشركة لوحده، وينفذ اكتر من 3000 مشروع. هنتكلم معاه عن دمج الاي اي في المونتاج، وازاي بيستخدم ادوات المطورين لشغله. حلقة مع المبدع كريم قطب، متأكد انها تغير طريقة تفكير ناس كتير. فخلينا في الاخر اقول لك دي كانت مجرد دردشة سريعة عشان نتعرف على بعض ونظبط البوصلة. لو حسيت ان الكلام ده لمس حاجة جواك او مهتم بالرحلة دي، اعمل سبسكرايب او متابعة للبودكاست على سبوتيفاي او ابل بودكاست او يوتيوب او اي منصة بتسمعني منها دلوقتي. انا زياد شلبي، وده بودكاست بوزاك. استنونا في الحلقة الاولى واشوفكم على خير. سلام.